لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر، كريم لما يغفر. لما يكسر قلبك قل يا ربي يا جبار، فإذا بالكسر يجبر، قادر على ما لا يقدر. لما تصير مرا قل يا ربي يا الله، يمتلئ قلبك سكر، وهاب لما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومعادنا النهاردة نشتغل الباترن او النمط اللي شفناه الشورتس اللي فات ده. شكله عجبني جدا وحسيت انه يعني مختلف، ولو اتعمل في بلوزات او في شنطة او مقلمة او خدديات هيكون شكله فعلا رائع جدا. فان شاء الله نبدأ نتعلمه مع بعض، نشوف ازاي هنشتغله. هو تكرار سطرين، مش معقد ابدا. انا عملته هنا باللون الاخضر لان حسيت ان هو يعني شبه ورق الشجر، فحبيت ان انا اجربه بالاخضر. النهارده هحاول اعمله معاكم بلون افتح شويه على اساس ان الغرز تبان معانا. الخيوط اللي ممكن نستخدمها في النمط ده اي خيوط عندكم رفيعه، ممكن كوتن جولد، ممكن اليزا ديفا او اليزا كوتن، لا مش اليزا ديفا بلس كمان هيكون ظريف. فخلونا نستخدم الديفا ونبدأ على طول بالسلاسل بتاعتنا. الإبرة اللي هنستخدمها تتراوح يعني ما بين 1.5 1 3/4 2 في الحدود دي. تمام. هنبدأ نعمل سلسلة من مضاعفات الرقم 10، وفي الآخر هنعمل 5 زيادة، يعني نشتغل 10 يعني نمشي 20 30 40 كده، وفي الاخر نزود كمان معانا 5 سلاسل لوحدهم، يعني بعد ما نخلص تكرار 10. ليه؟ هقول لكم عشان احنا هنا عايزين نكون فراغات. تمام. في الاول قبل ما نبدأ نشتغل ورق الشجر ده، والفراغات دي عايزين يكون عددها عدد زوجي. تمام، لان بيكون كل بين ورقة شجر فيه 2. تمام. وفي بتبقى واحدة في الاخر واحدة في الاول، فالعدد زوجي. فانا هقول لكم لو مشينا على 10 من غير ما نزود ال5 في الاخر ده، هيطلع لنا العدد للفراغات بالطريقة اللي هنعملها هتكون فردية. فاعملوا عدد مضاعفات 10 و5 في الاخر. هخلص السلسلة وارجع لكم. طيب انا هنا خلصت 65 سلسلة. طيب مضاعفات رقم 10 6 مرات و5 كمان في الاخر. هنبدأ دلوقتي نعمل الفراغات بتاعتنا اللي هنشتغل فيها الدور التاني، وهي هتكون عبارة عن غرزة حشو كل 5 غرز، ما عدا الاولى خالص هتبقى في الغرزة 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ندخل في الغرزة رقم 10 من السلسلة ونعمل غرزة حشو. ليه الكلام ده؟ ليه 10 مش 5؟ عشان 5 هتكون هي القاعدة بتاعة السلسلة، و5 مكونة الفراغ. بعد كده هنعمل 5 1 2 3 4 5 سلاسل، وندخل في 5 سلسلة 1 2 3 4 و5 سلسلة، نعمل غرزة حشو. وكده كونا تاني فراغ عندنا. هيبقى الشكل كده. هنكمل للآخر، هيبقى عندنا على عدد السلاسل ده 12 فراغ. 1 2 3 4 5 بنعمل 5 سلاسل وبنفوت 1 2 3 4 وندخل في 5 سلسلة ونعمل غرزة حشو. انا هكمل كده لآخر السطر وارجع لكم عشان نشوف هنعمل الدور اللي جاي ازاي.
طيب خلصت انا الدور الاول والفراغات عندي متكونة من السلاسل. هرتفع سلسلة واحدة والف الشغل، وفي اول فراغ عندي هنا هعمل فيه 5 غرز حشو. 1 2 3 4 5. انا قلت لكم ان احنا محتاجين يكون عندنا عدد الفراغات ده رقم زوجي، تمام، اي عدد زوجي. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ احنا عندنا هنا غرزة حشو اللي انا كنت بقفل بيها في السلسلة، هدخل فيها واشتغل غرزة حشو وارتفع 3 سلاسل وادخل في نفس الفراغ ده اللي هو بتاع غرزة الحشو، اعمل عمود بلفة، تمام، شايفين؟ بعد كده هعمل سلسلة. انا بكون اول ورقة شجر في المجموعة الاولى، كل مجموعة هتبقى فيها 3 ورقات. بعد ما عملت السلسلة هشتغل ورا العمود اللي انا عملته ده 6 عواميد بلفة، كل عمود لوحده منفصل. ادي 1 2 3 4 5 6. وهخلص ورقة الشجر دي بان انا ادخل اعمل في نفس الفراغ اللي انا دخلت فيه، عملت 3 سلاسل وبعدين دخلت عملت العمود، هعمل غرزة حشو، وكده تكون اول ورقة شجر اتكونت عندنا. هكرر الكلام ده مرتين كمان. يعني ايه؟ هعمل 3 سلاسل وادخل في نفس المكان تماما واعمل عمود بلفة، وبعد كده سلسلة، وبعد كده 6 عواميد بتوعي ورا العمود اللي انا لسه عاملاه. يعني بعمل عمود سلسلة وبعدين 6 عواميد ورا العمود الاول اللي انا عملته بعد ال3 سلاسل. يبقى الترتيب 3 سلاسل، عمود، سلسلة، 6 عواميد، وبعدين غرزة حشو، كلهم في نفس المكان، ما عدا طبعا ال6 عواميد دول بيكونوا ورا العمود اللي انا اشتغلته في الاول. كده 1 2 3 4 5 6 عواميد، وادخل اقفل الورقة بتاعتي بان انا اعمل غرزة حشو في نفس المكان، ارتفع 3 سلاسل، اشتغل العمود بلفة، وبعديهم اعمل السلسلة، بعد كده اشتغل 6 عواميد ورا العمود وارجع اقفل بغرزة حشو. انا هخلص المجموعة الثالثة دي وارجع لكم عشان اوريكم هنكمل الدور ازاي. شغل بسيط جدا، بس هتعرفوا الترتيب بتاع الغرز خلاص هيمشي معاكم، هيبقى سهل جدا. خليكم معايا اخلص المجموعة وارجع لكم. طيب خلصنا الورقة الثالثة هنا عندنا، تمام. هندخل نعمل 5 غرز حشو على الفراغ بعد كده. 1 2 3 حاولوا تزقوا شوية الغرز على السلاسل لان بيكون الورق الشجر ده خد مساحة، تمام. كده خلصنا ال5 غرز حشو على اول فراغ بعد ال3 ورقات في مجموعة، طبعا في مكان واحد. بعد كده هيقابلني غرزة الحشو، اعمل فيها كمان غرزة حشو، والفراغ اللي بعد كده كمان هكرر فيه نفس اللي عملته في اللي فات، هعمل 5 غرز حشو. يبقى انا بين كل ورقة وورقة بشتغل على فراغين مش فراغ واحد، بعمل 5 غرز حشو، 5 غرز حشو، وبينهم غرزة حشو واحدة في غرزة الحشو الأساسية اللي احنا كنا يعني كونا بيها الفراغات في الدور اللي فات، تمام. طيب بعد كده جالنا غرزة حشو اللي عليها الدور نعمل فيها ورق الشجر.
هنا في اختلاف بس بسيط هقول لكم عليه. هنعمل غرزة حشو في غرزة الحشو، ونرتفع 3 سلاسل، ونشتغل العمود الاول من اول 3 ورقات هنعملهم في الفراغ ده. وقبل ما نبدأ نشتغل السلسلة والست عواميد ورا العمود اللي عملناه، هنرتفع شوية بالحلقة بتاعتنا كده هنا، وندخل في رأس الورقة الثالثة من المجموعة اللي فاتت في اول عمود فيها. تمام. ونسحب الخيط عشان نشبكهم في بعض. نسحب الخيط من العمود اللي احنا عملناه في الاول غرزة عمود في اول ورقة هنا، ونعمل السلسلة بتاعتنا، وبعد كده نبدأ نشتغل ال6 عواميد. هي دي بس النقطة اللي احنا نعرفها. لما نيجي نعمل مجموعة تانية لازم نشبك اول ورقة في 3 ورقة من المجموعة اللي قبل اللي احنا بنشتغل فيها. تمام كده. 3 4 5 6. وهندخل نقفل شغلنا بغرزة حشو، وبعد كده نرتفع بال3 سلاسل، عمود بلفة، سلسلة، 6 عواميد، ونكرر شغلنا مرتين عشان نكون ورقتين شجر للمجموعة التانية. ده شغلنا اهو. دي المجموعة الاولى. تمام. دي المجموعة التانية عملنا فيها ورقة واحدة بس ما تنسوش ان احنا بنشبك الورقة الاولى في الورقة التالتة. هكون ورقة تانية وورقة تالتة في نفس الفراغ. بعد كده هعمل غرز الحشو بتاعتي 5، وبعدين 1 هنا، وبعدين 5 في الفراغ اللي بعد كده، وابدأ اكرر تاني ال3 ورقات شجر في المجموعة دي، وهنا وهنا وهكذا لحد ما اوصل لاخر الدور. هرجع لكم عشان اوريكم هنبدأ الدور اللي جاي ازاي. ما تنسوش مع بداية كل مجموعة احنا بنشبك الورقة الاولى في الورقة الثالثة ازاي. هخلص لاخر الدور وارجع لكم. خليكم معايا عشان نكمل شغلنا مع بعض. طيب وصلنا كده لنهاية الدور. عملنا 3 ورقات شجر في كل الاماكن اللي انا قلت لكم عليها. بين كل مجموعة من 3 ورقات هيكون عندنا مجموعتين من غرز الحشو على السلاسل اللي احنا كنا مكونينها من اول دور خالص. هتلاقوا ان احنا في اخر الدور هيكون عندنا مجموعة واحدة من الغرز الحشو اللي احنا هنعملها على اخر السلاسل عندنا. يعني هيكون في فراغ واحد متبقي هنشتغل عليه غرز حشو. بعد كده هنرتفع ب6 سلاسل. 1 2 3 4 5 6. بقول لكم 6 عشان بس في اول يعني فراغ بنعمله عشان نقدر ان احنا نرتفع يعني مسافة مرتاحة. وبعد كده هنبدأ ندخل في كل ورقة شجر ونعمل غرزة حشو وبينهم سلاسل. كام سلسلة؟ 5. 1 2 3 4 5. بعد كده نروح على ورقة الشجر اللي بعد كده في الرأس بتاعتها، يعني في اعلى جزء من ورقة الشجر هنعمل غرزة حشو. بعدين 5 سلاسل. احنا كده بنكرر الدور الاول، بنجهز ان احنا الدور اللي جاي هنشتغل بنفس الطريقة. هيبقى على السلاسل دي هنعمل غرز حشو، ونبدأ يعني في اول مجموعة دي هنعمل غرز حشو. بعد كده فوق كل 3 ورقات في الغرزة دي اللي هي غرزة الحشو اللي هنا دي هنعمل المجموعة اللي هي من 3 ورقات. تمام. بعد ما نخلص الورقة الاولى والتانية هنروح فين؟ هنروح في المكان اللي احنا شبكنا فيه الورقتين اللي بعد كده. يبقى احنا بنشتغل في رأس ورقتين، وبعد كده بنلاقي نفسنا عند جزء اللي هو الاتصال ما بين
التالتة والأولى اللي كنا بنعملهم في الدور اللي فات عشان نوصلهم ببعض. كده هشتغل هنا حشو 5 سلاسل. الدور كله هيبقى كده عبارة عن انا بكون فراغات. بعد ورقة الشجر دي هلاقي ان انا عندي نقطة الاتصال اللي ما بين الورقة التالتة والاولى، هعمل فيها حشو. وبعد كده اكرر 5 سلاسل. كده الورقة اللي بعد كده يبقى ورقة لوحدها، والنقطة اللي بعد كده بتكون اللي هي الوصل بين ورقتين. 5 سلاسل غرزة حشو، 5 سلاسل غرزة حشو، وبنكرر لنهاية الدور. وهوريكم اخر غرزة خالص هنعملها ازاي عشان نكون مرتفعين لفوق. ادي 5 سلاسل وبعدين غرزة الحشو بتاعتنا. خمس سلاسل غرزة حشو في نقطة الاتصال ما بين الورقتين. بقول لكم ان التكرار عبارة عن دورين فقط، يعني احنا بنعيد تاني اللي عملناه في اول دور اللي كنا بنحضر فيه الفراغات دي عشان نشتغل عليها. بيكون اول فراغ واخر فراغ عليهم غرز حشو، وفي النص بين كل مجموعة من 3 ورقات و3 ورقات بنكون او بنشتغل على فراغين. يبقى الدور ده كله عبارة عن 5 سلاسل وغرزة حشو، 5 سلاسل غرزة حشو، والبداية بس 6 سلاسل عشان يدينا ارتفاع معقول. دلوقتي انا وصلت لاخر ورقة عندي هعمل فيها غرزة الحشو. هعمل ايه هنا بعد كده؟ مش هعمل سلاسل وبعدين انزل اعمل غرزة حشو، لا، هشتغل عمود ب3 لفات عشان يعمل لي الارتفاع اللي انا محتاجاه عشان اكون منتهية فوق. لو عملت سلاسل ونزلت تحت عملت غرزة حشو فانا هكون في الدور الاول. انا عايزة اكون على ارتفاع، شايفين، عايزة اكون على نفس مستوى الورق اللي عندي. تمام. الدور اللي جاي هيبقى بنفس الطريقة، هبتدي بغرزة حشو زي ما ابتدينا الدور التاني اللي كان فيه الورق، وهلف الشغل. هلاقي عندي اول فراغ ده هبدأ اشتغل عليه 5 حشو، 1 2 3 4 5. وبعد كده اللي هعمله ان انا هدخل في غرزة الحشو الاولى عندي دي، اعمل غرزة حشو، ارتفع 3 سلاسل، ادخل في نفس المكان اعمل عمود، هبدأ اكون ال3 ورقات، وبعد كده غرزة سلسلة واحدة كده ادخل ورا العمود ده واعمل 6 عواميد بلفة. يعني تكرار الدور التاني. انا مش هطول عليكم ومش هعيد معاكم الشغل اللي عملناه، هترجعوا له لو انتم محتاجين تراجعوا عليه او تتأكدوا كنا بنشتغل ايه. هما 3 ورقات بنفس الطريقة. ولما بنشتغل المجموعة التانية ما تنسوش اول ورقة عندنا، طبعا انا هنا خلصت 6 عواميد، بدخل اعمل غرزة حشو عشان اقفل الورقة، وارتفع 3 سلاسل، عمود، سلسلة، 6 عواميد، وهكذا. ولما بخلص ال3 ورقات في المجموعة ما تنسوش هيبقى عندكم فراغين هنا. ادي الفراغ الاول، الفراغ التاني هتشتغلوا 5 حشو 5 حشو، وما تنسوش بينهم غرزة حشو اشتغلوا فيها كمان غرزة حشو. يبقى المجموع هيبقى 11، 5 هنا و5 هنا، وواحدة فوق غرزة الحشو. وبعدين تبتدوا تشتغلوا في غرزة الحشو اللي على التب او رأس اللي في الوسط. يعني احنا بنشتغل ال3 ورقات فوق ال3 ورقات تماما، فين؟ في الورقة اللي في النص من ال3. تمام. وما تنسوش لما هتيجوا تشتغلوا ال3 دول هتشبكوا الورقة الاولى في الورقة الثالثة من ال3 اللي هنا بنفس الطريقة اللي احنا عملنا بيها الشبكة او الاتصال ما بين الورقة الاولى والثالثة في الدور التاني
لما اشتغلنا الورق اللي فات ده. فانا مش هطول عليكم، وانا هشتغل كذا دور وهيبقى النهاية للشغل. يعني هحاول ان انا احط لكم الصورة في الثامبنيل تكون هي صورة الشغل عشان تشوفوا هيبقى الشكل عامل ازاي. هو طبعا هيكون مشابه للشغل ده بس على عرض اكبر، لان هنا ورق الشجر عندي المجموعات 4 في الدور الواحد، لكن هنا 6 زي ما انتوا شايفين. عندي 6 مجموعات من ورق الشجر، فهيكون اعرض شوية. ده كده كان فيديو النهاردة عشان ما اطولش عليكم وارجع لكم تاني. انتوا هتكرروا الادوار، هتوظفوا الشغل ده في اي حاجة انتوا حابين تعملوها. هتمنى ان انا اشوف تنفيذكم للغرزة على جروب الفيسبوك. هتلاقوا اللينك كالعادة في صندوق الوصف تحت الفيديو، هسيبه لكم. واراكم ان شاء الله فيديوهات تانية جاية كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكو.